مرحبا. ضربات موجعة جدا قد تكون قاتلة تلقتها إيران في الساعات القليلة الماضية من قبل إسرائيل اللي استهدفت كبار القادة الإيرانيين كما كبار العلماء والمفاعل والبرنامج النووي الإيراني. لا أحد كان ينتظر أن تكون هذا حجم الأهداف وهذا مستوى الأهداف داخل إيران، حتى أن لا أحد كان يتوقع هذا التوقيت بالذات. عنصر المفاجأة كان لعب دور أساسي في ما حصل من عمليات، إضافة إلى الخرق الاستخباراتي الكبير جدا الإسرائيلي لإيران. الخرق الإسرائيلي لا يقتصر إذن على حزب الله وباقي حلفاء إيران في المنطقة اللي كمان تلقوا ضربات وقاربوا الانتهاء، ولكن هذا الخرق يطال أيضا إيران بحد ذاتها والداخل الإيراني. لذلك كان صدى العمليات هالقد كبير هالقد موجع، ونجحت كل هذه العمليات في ظرف ساعات. اليوم كل الأنظار تتجه إلى الرد الإيراني. هل ستوجه إيران ضربات قاسية إلى إسرائيل؟ هل ستطال القواعد الأمريكية هذه الضربات في المنطقة؟ لحد الساعة واشنطن تقول أنها لم تشارك في هذه الضربات وتركت الأمر عند إسرائيل. الأرجح اليوم إيران لا تعمد لضرب القواعد الأمريكية لأنه تعرف أنها تكون فتحت باب نهايتها، ولذلك اليوم سيقتصر الرد داخل إسرائيل. سنرى يعني شكل وحجم هذا الرد، إما ستستوعب إيران ما حل بها وتقدم التنازلات المطلوبة منها وتعود لحجمها الطبيعي، أو هي ستكابر وتحاول فتح حرب كبيرة في المنطقة لا يبدو أنه قادرة عليها اليوم، لا أنه حلفاء أولا انتهوا، وثانيا لأنه الضربات اللي تلقتها ستقيد كثيرا حركتها العسكرية. لبنانيا حزب الله حتى الساعة كل المؤشرات لا توحي بأنه قد يشارك في دعم وإسناد إيران بعد ما شارك في دعم وإسناد غزة. بحسب المعلومات قيادة الجيش، يعني تم توكيل قيادة الجيش التواصل مع حزب الله لإبلاغه بممنوع أن يقحم لبنان ويقحم نفسه في هذا الأتون. بحسب المصدر الرسمي يصر على كلمة إبلاغ، وبالتالي هن ما انتظروا جواب من قبل حزب الله، تم إبلاغه بما يفترض أن يبلغ فيه، وبالتالي الغطاء مرفوع عنه كليا في حال أراد القيام بأي نشاط عسكري ضد إسرائيل يقحم لبنان في حرب جديدة. من هنا يعني يستبعد جدا أن يقوم الحزب بأي عملية، لأنه لا غطاء من المكونات الداخلية وحتى بيئته قد لا تكون جاهزة أبدا لتغطيه في حرب جديدة، وهي بيوتها بعد على الأرض ومناطقها ومنازلها لم يعاد إعمارها.